كم مرة قررت إنك تعتزل الشيء اللي يزعجك وفشلت؟ كم مرة حاولت إنك تبتعد عن الأشخاص اللي يؤذوك؟ كم مرة قلت فيها لا لكل شيء بيوجع قلبك؟ تقدر تجاوبني بصراحة ومن دون ما تأتي في الكلام وصوتك يرتجف؟ السؤال الأهم، هل قد وصلت لمرحلة اعتزل ما يؤذيك؟ أنا عبد الغني التركي، وهذا بودكاست أنا هنا. في هذا الحياة أنت إذا ما كنت قوي ومقرر أنك تخلي راحتك النفسية هي الأولى والأهم، صدقني ما بيجي سن الرشد إلا وقدك منهك. والسبب الأساسي أنه حياتنا مليئة بالتراكمات، مليئة بالصعوبات، وبحكم أنك عايش في اليمن البلد السعيد، هو مش معناته أنه مش بلد سعيد، ولكن الظروف اللي جعلت هذا البلد فيها العديد من المشاكل. في ناس ممكن محيطة في حياتك بتدمرك. هل أنت ناقص أنك تسمح للناس أنها تزعج روحك؟ أنت اللي تسمعني الآن وتشوف أنه في أشياء كثيرة بتزعجك وأنت مش قادر تقول لا، وأنت اللي تسمعني وبتقول لا بس بطريقة مزعجة. الاثنين نفس الشيء، بس صدقني الأول بيتحمل كل شيء فوق ظهره، والثاني بيخلي الناس تكرهه بس بطريقته. فلازم نتعلم فن اسمه فن الاعتزال، لكل اللي يكدر خاطرك، لكل اللي يزعج سلامك النفسي. تعرف ذاك الموقف اللي من خلاله قاومت وحبست دمعتك وكسرت قلبك لما حد سمعك كلام جارح أو تصرف معك تصرف قاسي، ومش من مرة واحدة، من عدة مرات. جاء في بالك إنه خلاص أنا بسيبه، بس بعد دقائق معدودة شفت نفسك مش قادر تستغني عنه. تعال ندرس السبب خطوة بخطوة. يمكن أول سبب إنه هذا الشخص بالذات هو الشخص اللي خلاك تتعلق فيه لحد الجنون، زي ما يقولوا تمسكن لحين ما تمكن. ده الإنسان اللي قدم لك جمايل كثيرة لدرجة إنك صرت تستحي تقول له لا وتعتزله. وفي أسباب تانية كثيرة. بقول لك شيء، إحنا ابتعدنا عن السكر أحيانا عشان ما يصيبناش سكر، نبتعد عن الملح عشان ما يرتفعش الضغط، نبتعد عن أشياء حساسة عشان إنه ما يصيبناش مرض معين. فليش ما نبتعد عن اللي يعكر مزاجنا؟ ليش ما نتبعش قانون من أرادني فليكن تحت شروط سعادتي، وإلا فلن يدخل مملكتي؟ إحنا اللي نسبب لأنفسنا، ولا المفروض أول أولوياتك تكون راحتك النفسية، لأنه حتى الأمراض الجسدية بتجي بسبب النفسية التعبانة. ممكن سؤال، هل قد جاء اليوم اللي ابتعدت فيه خطوتين للوراء عن شيء أذاك أو شخص كركب حياتك؟ الابتعاد خطوتين مش معناته أنه خلاص كل شيء انتهى، معناته أنه أنا في المنطقة الآمنة لنفسيتي. الاعتزال لأي شيء يمس راحتي النفسية ولو 1%. ارفق بنفسك، لا تثقش كثير بالناس اللي حولك، لا تثقش كثير بمكانتك بقلوب الناس. الناس أساساً تستيقظ كل يوم بمشاعر مختلفة، وكل واحد بيهم بس نفسه. ممكن أعز الناس اللي استحملته أيام وليالي طويلة يتغير عليك بلحظة. اعتزل اللي يأذيك حتى ولو كان الأذى لحظة. اعتزل ما يطفئ روحك ويدمر عافيتك. ابتعد عن الأشياء اللي بتزيد تعب روحك تعب وألم جسدك ألم. الرسالة اللي تؤذيك لتقرأهاش، المكان اللي يسحب طاقتك لا تروحش فيه ببساطة. كن لنفسك وثق بنفسك، ودامك بتسوي كل شيء صح وتحت مبدأ لكل مرحلة في حياتك أشخاصها وأشيائها المناسبة. يمكن أمس الشخص الفلاني مناسب لك، بس الآن لا، عشان كده هو سابك في منتصف الطريق لوحدك. أشياء بالماضي سويتها الحين تشوفها غلط، بس بوقتها كانت صح لأنها ناسبت المرحلة اللي عشتها. الحياة عبارة عن مراحل، وكل مرحلة لها أشيائها وأشخاصها. اتخذ الخطوة المناسبة واعتزل ما يؤذيك. بكذا أكون وصلت لختام هذه الحلقة، وأتمنى أنك تعيش بصحة نفسية دائمة وسعيدة. إلى اللقاء.